السورية تبين عملية إجلاء الجرحى في حي باب عمرو. بهذا الحي تواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر عمليات إغاثة المحاصرين. إلى حدود صباح اليوم تم بالفعل إجلاء 7 مصابين إضافة إلى نحو 20 طفلا وامرأة. الله أكبر، الله أكبر عليك يا بشار. إلا أن دخول سيارة الإسعاف لم تكن مانعا من استمرار قصف الأحياء السكنية. تحرق، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستواصل المفاوضات مع السلطات السورية وأعضاء المعارضة، حيث أننا قادرون على مواصلة عملية الإجلاء، وما نصب إليه هو إخلاء جميع الجرحى الذين هم في حالة يائسة لتلقي العلاج الطبي العاجل. ومع استمرار تبادل إطلاق النار هذا بالمدن السورية الثائرة، تتحدث المعارضة عن مقتل أزيد من 100 شخص في قصف عنيف على مدى يوم واحد فقط. أما الناشطون السوريون فيتحدثون بالمجمل عن أكثر من 7000 قتيل خلال الانتفاضة السورية المستمرة منذ 11 شهرا. وكأن في سوريا لا مفر من التاريخ، فإلى التاريخ نعود كي نستقرئ وقائع الحاضر. الشام إذن تنزف دما، وأصدقاء سوريا بعد يوم كامل من النقاش في تونس اتفقوا على الآتية: ضرورة فتح ممرات إنسانية لتقديم يد المساعدة لأهالي حمص والزبدانية. أنقرة وعمان مستعدتان للمساعدة في هذا المجال. أصدقاء الشعب السوري دعوا من تونس إلى وقف كافة أعمال العنف فورا وفرض المزيد من العقوبات على نظام الأسد. وبالمجلس الوطني اعترفوا كممثل شرعي للسوريين في ختام اجتماع تونس حضارات نحو 70 دولة فيما قاطعته الصين وروسيا. وكما أسلفت الذكر في العناوين، غدا بمدينة الدار البيضاء مسيرة شعبية لدعم الشعب السوري. وحيد مبارك عضو اللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري يحضر معنا في بلاتو الظهيرة. أهلا بك وحيد. أهلا وسهلا. إذا نحو سنة على انتفاضة الشعب السوري ضد نظام الأسد، مسيرة دعم من الدار البيضاء، لماذا الآن؟ بداية تقدموا باسم اللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري بأحد التعازي إلى ضحايا التقتيل الممنهج من طرف الجنود السوريين. الحديث عن المسيرة الآن هو ينطلق من الحديث عن 7000 قتيل، ينطلق من الحديث عن أكثر من 35,000 جريح وأكثر من 50,000 معتقل ومختفي. المسيرة الشعبية ليست هي بأولى الخطوات التضامنية والنضالية التي برمجتها اللجنة، وإنما نظمت مجموعة من الخطوات سابقة منذ تأسيسها في 14 غشت 2011، بحيث نظمت وقفات ونظم مهرجان تضامني شعبي في الدار البيضاء. هي مسيرة شعبية مفتوحة في وجه الجميع؟ أكيد أنها مفتوحة على عموم المواطنات والمواطنين المغاربة، على التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية المكونة للجنة وغير المكونة لها، على المغاربة الذين أبوا تاريخيا على التضامن ونصر القضايا الإنسانية العادلة للشعوب العربية، والذين دأبوا على التعبير عن تنديدهم باستهداف الحق في الحياة والجرائم الإنسانية التي تستهدف الإنسان أينما وجد وأينما كان. أكيد كلنا معنيون بهذه المسيرة الشعبية لدعم الشعب السوري. من أين ستنطلق؟ ستنطلق غدا إن شاء الله المسيرة انطلاقا من الساعة 10 صباحا من ساحة السراغلة بعملة مقاطعة الفداء مر سلطان، يعني حي درب سلطان، وستستمر على امتداد شارع الفداء. مسارها ستحدده طبيعة المسيرة وحجم المشاركين فيها، والذين نتوخى أن تكون مسيرة شعبية كبرى على غرار مسيرة شعبية سابقة. ألفنا أن نخرج إلى الشارع العام فيها للتعبير عن أصواتنا سواء التضامنية أو التنديدية بمختلف القضايا التي ألف المغاربة كما قلت سلفا عن التعبير عنها في الشارع العام. وحيد مبارك عضو اللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات.